يا صباح الفل والياسمين، ازيكم يا حلوين؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. نصلي على الحبيب قلبنا يطيب، نهاركم سعيد ان شاء الله. ربنا يجعل يومكم النهارده مليان بالحب والخير والتفاؤل والامل وراحه البال. ما تنسوش تدعوا لابويا والامي موتانا اجمعين يا رب العالمين. حذروا فزروا، انا فين دلوقتي؟ قولوا بقى. انا دلوقتي يا جماعه بشتري لبس العيد، كل سنه وانتم طيبين، ربنا يجعله عيد سعيد علينا يا رب وعلى الامه الاسلاميه يا رب اللهم امين. بصوا بقى، هنا كانوا هنا بيفرجونا على كام طقم كده لمحمد ابني، فاحنا كنا محتارين بصراحه نختار ايه. كلهم احلى من بعض واجمل من بعض، فاحنا كنا محتارين جدا. في الاخر بابا اختار له الطقم ده، الطقم الكحل ده. بصراحه انا بحب الكراهات جدا والمقلم والمخطط، انا بحب الحاجات دي كلها في اللبس. وطبعا جبنا له بنطلون عليه، وكان طقم جميل جدا وشيك. وطبعا احنا جايبينه خريفي عشان الجو هيبدأ ايه يعني يتحسن نوعا ما. نزلت تحت القسم البنات عشان اجيب دريس لمريم بنتي او حاجه تانية للعيد، فانا دورت لها على حاجات كتير وهي قاست كام حاجه، والدريس اللي كان في الوش جه على قدها. بس لما اروح البيت ان شاء الله هوريكم كل حاجه. وجبت لميدو ابني برضو لبس، بس انا ما كنتش معاه، بابا اللي كان معاه في قسم الشبابي يعني او الرجالي، عشان انا وهو بنتشاكل مع بعض ومش بنتفق على حاجه واحده. فبابا قال لي خدي مريم انت هاتلها وانا ايه هجيب لميدو. فطبعا صورت على قد ما اقدر، لان كنا بنجيب حاجات تانية كتير من السنبلاوين وكانت زحمه جدا جدا. فانا كنت ماسكه محمد ابني بايدي مثبته عليه عشان ما يتوهش مني، عشان كده ما عرفتش اصور الا حاجات بسيطه جدا. ان شاء الله بقى ايه دلوقتي او كمان شويه كده بعد اللي انا بعمله ده هوريكم كل حاجه وهقول لكم على اسعار المحل ده. يا جماعه كنت جبت منه قبل كده، اسم جلو مول. طبعا بعد المعارض او في الشارع اللي ورا المعارض، ما شاء الله اسعاره حلوه جدا جدا، وفيه كل حاجه كلها شياكه ونظام، وكفايه معاملتهم والله العظيم. انا بصراحه دي تاني مره اجيب منهم، ناس في منتهى الذوق واسعارهم حلوه جدا جدا. وبعد ده كله طبعا بيعملوا لك تخفيض كمان. فانا رحت عليه على طول على المحل ده، لا لفيت يمين ولا شمال، في كل حاجه، في قسم رجالي وشبابي وبناتي واطفال وحريمي وكل حاجه. يعني احنا ما احتاجناش ان احنا نلف ولا نروح يمين ولا شمال، جبنا كل حاجه منه. المحل اسمه جلو مول، جلو مول لان في ناس كتير سالتني عليه. اسمه يا جماعه جلو مول، تمام. زي ما قلت لكم انا جبت حاجات تانية بس ما عرفتش اصور. السنبلاوين زحمه جدا يا جماعه، واليوم ده كان حر، وكنا رايحين صلينا الظهر ورحنا وجايين 5:30 بالظبط، يعني جينا قبل صلاة المغرب بنص ساعة. فاحنا كنا جايين ملحلحين ومش قادرين، وكنا جايين فصلانين على الاخر. والحمد لله كان عندي اكل سخنته وفطرنا والحمد لله، وده تاني يوم على طول. طبعا مسكت بقى المطبخ كده ما كانش عاجبني، شلت بقى المشايات والفرش حطيتها على السور، وبعد كده كنست بقى المطبخ كده بفرشة الجاروف، لان المقشة بتاعت السلم يا جماعة مش لاقياها. يعني كنت حاطة مقشة على سلم المطبخ ومقشة على السلم يعني الرئيسي، مش لاقيه الاتنين، معرفش راحوا فين. فضلت ادور عليهم واسال عليهم في الشارع، ما لقيتش حاجه ولا حد قال لي حاجه ومحدش عارف حاجه. معرفش مقشتين يتاخدوا كده من على السلم مره واحده، معرفش هما فين. ودلوقتي ما شاء الله المقشه بقت غاليه جدا جدا، يعني الله المستعان وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي خد المقشتين. انا مش مسامحاهم، عشان انا كنت بخلي واحده على السلم بكنس بيها اللي هي قدام الشقه، وواحده على سلم المطبخ. طيب كنت خدوا مقشه وسيبوا لي مقشه، يعني تاخدوا الاتنين. اجي اكنس السلم ما الاقيش المقشه. فطبعا انا عندي واحده في الشقه هنا جوه بكنس بها السجاد، فمش معقول هكنس بيها البلاط. فانا اضطريت ان انا اكنس بمقشه الجاروف لحد ما اجيب واحده بقى ايه جديده اخليها للشقه، وبتاعه الشقه دي اطلعها على السلم. فوالله انا مش عارفه مين اللي بيعمل فيا الفصالات دي. بس المقشه اللي انا هطلعها على السلم هكنس بيها وادخلها تاني الشقه، مش هسيبها على السلم تاني. برضو في يوم طلع عشان امسح السلم، انا مخليه شرشوبه للسلم، لقيت العصايه متاخده والشرشوبه على السلم، مع ان العصايه كنت لسه شارياها. انا مش عارفه مين اللي مستقصدني في المقشات والحاجات دي. هو في حرام المقشات يا جماعه؟ انا مانيش عارفه، حتى المقشات برضو بتتاخد. انا مش عارفه مين يعني اللي له عين يدخل كده يعني البيت على السلم ياخد كده المقشات وياخد الحاجه. انا مانيش عارفه والله. يعني الواحد يسمع على حرام الغسيل، على حرام الفراخ، يعني في كمان حرام المقشات. الله المستعان. اه بقى لو شفت اللي خد المقشات ده انا مش هرحمه، يعني لو قفشته مش هرحمه. يعني ياخد مقشتين؟ يا اخويا كنت خد مقشه وسيب لي مقشه، ده انت ما عندكش دم، ده انت حرامي اناني.
هنا بقى يا جماعة كنت خلاص بقى ايه، كنست المطبخ ومسحت ونضفت كده الحتة، وبعد كده نفضت المشايات على السور وفرشت كل حاجة مكانها تاني. وده العيش بتاعنا كان جاي من الصبح، دلوقتي برضو هطلع على قد اكلنا والباقي ادخله الفريزر، وكده يبقى تمام عشان اوريكم لبس العيال. وبعد كده ايه، نعلق على الفطار. كنت هقول لكم ايه، هنعلق على الغدا. خلاص بقى رمضان والله يا جماعة طالع يجري، يعني راكب قطر. يعني ايه ده، النهارده كام في رمضان؟ احلى شهر في السنه وكمان راحه. يعني بقى ايه، بتصحى الصبح ما بتحمليش هم فطار ولا شاي ولا حاجات من دي، ولا حد يقول لك انا جعان انا عايزه اكل انا عايزه افطر ولا حاجات من دي. فانت طبعا يا دوبك بتعلقي على الاكل بعد العصر، وتكوني بقى مرتاحه كده ومع نفسك كده، ولا حد بقى يوشك ولا الكلام ده. تعالوا بقى عشان اوريكم لبس العيال. ما شاء الله ده لبس مريم ومحمد ابني. ده دريس مريم ما شاء الله عليه، اللون ده عاجبني جدا لانه يعني الازرق شيك وفي نفس الوقت ما عندهاش اللون ده. تمام، ما شاء الله عليه حلو جدا وجميل ومبحبح عليها مش ضيق، لان انا ما بحبش الحاجه ضيقه على بنتي. ودي طرحه برضو كده على الطقم. هي عندها طرحه بيضه برضو وبندانه كحلي، يعني تبدل في الاتنين. ما شاء الله شايفين، ما شاء الله عليه. وعليه كده زي بلازر كده صغنن كده بالحزام ده. الدرس ده يا جماعه قط، يعني ممكن تخلع البلازر وعادي وتلبس بقى زي بادي كده تحت الدرس، يعني الاتنين يمشوا ما شاء الله. وكمان اللون عاجبني جدا. احلى حاجه ان اللون عاجبني جدا، لان فعلا اللون ده بيبقى يعني بسيط جدا في السوق، وده بصراحه عليها تحفه تحفه تحفه. وده برضو الكوتش بتاعها ما شاء الله. يعني هي بتحب الابيض، والابيض فعلا شياكه. اي نعم الابيض مش بيتحمل، بس في الاول وفي الاخر شيك وجميل وشكله حلو قوي ما شاء الله، وكمان لايق على الطقم. نيجي بقى ايه لطقم محمد. ده البنطلون الجينز بتاعه برضو جميل وشيك وحلو قوي عليه. يعني البناطيل دي هي اللي طالعه الموضه، وكمان القميص ده وتحته برضو كده فانلة بيضه بنص كم، وكمان يعني لونه جميل جدا، والمقلم والمخطط والكراهات والحاجات دي انا برتاح فيها وبتبقى شياكه. يعني كان عليه بصراحه بسم الله ما شاء الله كان شيك جدا. وجبت له برضه الكوتشي ده. انا ما رضيتش اجيب له كوتشي زي بتاع اخته بالرباط عشان ما يقرفنيش، يا ماما اربطي لي اعملي لي. فانا جبت الكوتشي ده عشان ايه، يكون سهل في اللبس. يعني ده بقى ايه، لبس ميدو. طبعا انا ما حضرتش مع ميدو عشان ما نتشكلش مع بعض. ده تيشيرت ابيض عليه كده رسمه بسيطه، بس القمشه ما شاء الله قطن وجميله جدا وناعمه قوي. فهو اللي اختار وبابا كان معاه، عشان لبس ميدو اوقات كتير ما بيعجبنيش بصراحه، فانا يعني بتضايق عليه. عشان كده بابا قال لي روحي انت مع مريم خليها تختار اللي هي عايزاه، وسيبيني انا معاه اختار معاه. ده بنطلون لونه اسود هيلبس على التيشيرت، بيقول اسمه باجي بجيوب من على الجنب، بيقول الموضه. وطبعا يا جماعه مش كل الموضه بتبقى حلوه وكويسه، بس هنعمل ايه، ربنا يهديه. وده شراب جايبه على الشرابات اللي عنده، يعني هو عنده 2 برضو جداد مقفولين فجايب ده زياده عليهم. وده الكوتش بتاعه ما شاء الله لونه ابيض برضو تقفيله حلو جدا. يعني بصراحه الطقم حلو عليه الصراحه، يعني اهو يعني محترم شويه عن البناطيل المقطعه اللي بتبقى على الركب دي. بصراحه البناطيل دي بتخليني ايه، اتغاظ وجبنا شباشب زي ما انت شايفه كده برضو، يعني للشارع لو طلعنا الشارع، وشبشب لمحمد الكحلي الصغنن ده. يعني حاجات كده على قد، وحاجات بسيطه وحاجات جميله. تعالوا بقى عشان نحضر الفطار. النهارده هنعمل صينيه كفته بالبرغل. معايا هنا نص كوبايه برغل، بس المفروض البرغل ده يا جماعه يكون ناعم، لان في برغل خشن وبرغل ناعم. فللاسف اللي جاب لي بقى من ولادي جاب الخشن وما خدتش بالي خالص. فالمفروض يتنقع الخشن ده حوالي ساعتين الميه تغطيه، لكن لو ناعم يا تنقعيه ربع ساعه وبعد كده تصفيه من الميه، يا تغسلها على طول وتصفيه من الميه وتحطيه على اللحم. يعني ده او ده، يعني الاتنين يمشوا، بس هات البرغل الناعم احسن وافضل. بعد كده معايا نص كيلو من اللحمه فيها نسبه دهون، ومعايا قرن فلفل حامي لو انت حباها حاميه، وفصين توم مفرومين، وكمان معلقه كبيره من الكزبره الخضراء. وبعد كده معايا كده حوالي بصلتين كبار قطعتهم كده في الكبه. والله يا جماعه كفته البرغل دي جميله جدا وبيبقى لها طعم حلو قوي. بس زي ما قلت لك، لما تجيب البرغل في خشن وفي ناعم، تجيب الناعم اللي خالص اللي هو ما بيبانش في قلب الكفته. لكن ده خشن ما خدتش بالي غير بعدها، والمفروض كان يتنقع ساعتين. لكن البرغل الناعم يا تغسليه على طول وتصفيه من الميه، يا تنقعيه ربع ساعه وتصفيه من الميه، يعني في كلتا الحالتين هينفع جدا. بعد كده فرمت البصل، وبعد كده حطيت قرن الفلفل والثوم والكزبره وفرمتهم برده كويس جدا في الكبه.
بعد ما فرمتهم كويس في الكبة، بصي طبعا انا بفصل كل شوية عشان اريح الكبة معايا. ونحط بقى الحاجات الحلوة دي كلها على اللحمة اهو. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم بارك. بسم الله. شايفين بقى طبعا انتي بتفرمي الحاجة دي برضو يعني مش خشنة، يعني خليها ناعمة كده شوية اهو زي ما انتي شايفة كده. ونحط بقى البهارات بتاعتنا. نحط البرغل الاول اللي هو الخشن ده اللي طلع في شنك. اعمل ايه في عيالي رايحين يجيبولي برغل حتى ما نقعتوش والله، لان كنت بحسبه ناعم ما خدتش بالي خالص. انا لو ما جبتش الحاجه بايدي محدش يعرف يجيب اللي انا عايزاه، لازم اطلع انا بنفسي اجيب اللي انا عايزاه. ودي برضو غلطه مني، بس اعمل ايه يعني، مفيش حد يساعدني يا جدعان، يعني حرام يعني. لما حطيت البرغل على اللحمه ضربتها برضو في الكبه عشان تنعم اكتر. معايا بقى شويه ملح وشويه بابريكا وشويه فلفل اسود وشويه زعتر. ونقلب كل الحاجات دي كلها مع بعض. الاول حطيت برضو كمان شويه من جوز الطيب، رشه بسيطه جدا. وبعد كده عجنتها كويس جدا برضو بايدي، ما تخافوش والله ايديا نظيفه يا جماعه، وبغسلها كل شويه، بس لازم يعني اعجنها كويس. وبعد كده دخلتها التلاجة حوالي نص ساعه تريح. بعد ما طلعتها من التلاجة حطيت معلقه كبيره مليانه من البيكنج باودر عشان تخليها هشه، وانا حطيتها في المرحله دي عشان مفعول البيكنج باودر بيبقى اقوى واشد غير لما تحطيها من الاول. تمام، انا جربت دي وجربت دي. بعد كده قطعت بطاطستين كده، حلو انا بقولها صح صح. وبعد كده كمان قطعت طماطمتين، الحمد لله قلتها صح اهو. ونقطع كمان بصلتين وقرنين فلفل، ونحط فنفن قرنين فلفل. تمام. طبعا انا دلوقتي بعمل فرشه بحطها تحت الكفته. لو انت مش عايزه تعملي الحاجات دي كلها حط الكفته على طول في الصينيه، بس دهنا الصينيه الاول شويه زيت. واحط كمان فصين توم مفرومين على الخضار الحلو ده، وشويه ملح كده وشويه فلفل اسود، هنتبل الخضار. ولو عايزه تفرمي شويه طماطم تحطيها على الخضار برضو زي ما انت عايزه، او معلقتين صلصه تدعكي بيهم الخضار الحلو ده عشان يديك اللون الاحمر لو انت عايزاه، يعني الصوص بتاعه احمر، لكن انا عايزاه كده خضار كده خفيف والصوص بتاعه كده ايه مش تقيل. بعد كده مسكت الكفته بتاعتي كورتها كده ايه دواير، لو انت بقى عايزاها صوابع براحتك، لو انت عايزاها كده مكوره كده براحتك، على راحتك وبراحتك يا جميل. شوف انا بعكسك ازاي، امال ايه ده ننفع في المعاكسه اهو. بعد كده طبعا بعد ما اكورها هنسويها على البوتاجاز، ولو عايزه تسويها في الفرن براحتك خالص، يعني انا بختار دايما التسويه الاسهل عشان يعني ايه ننجز على طول. وطبعا يا جماعه والله العظيم يومها كانت الكفته دي طعمها حلو جدا جدا جدا، يعني بصراحه البرغل مع انه خشن ونفش فيها بس كان طعمها تحفه. كده خلاص خلصنا الكفته بتاعتنا، ناخدها على طول على البوتاجاز. بعد كده حطيت لها كوباية مية عشان تخليها كده طرية، وكمان عشان الخضار. والنار طبعا في الأول تكون عالية، وبعد ما تقوم كده معايا تاخد غلوتين نهدي النار عشان تستوي براحتها. وحطيت معلقة سمنة كبيرة وزعتها كده عليها من فوق وغطيتها. وزي ما قلتلك النار في الأول تكون عالية، وبعد كده تهدي النار بقى ايه تستوي زي ما قلتلك، عشان البرغل الخشن نفش فيها اهو يعني باين فيها، لكن لو ناعم مش هيبان فيها خالص. بس بصراحة كانت كفتة ريحتها جميلة جدا وطعمها حلو قوي. انا بحب كفتة البرغل بتبقى جميلة جدا طعمها خرافة. بعد بقى ما استوت على البوتاجاز، طبعا ما خدتش معايا حاجة على البوتاجاز، دخلتها تحت الشواية تاخد لون كده جميل احمر حلو. وكان عندي شوية رز من رز الكبسة من يوم العزومة اللي كانت عندنا، وكان عندي فراخ من امبارح فايدة الصدور سخنتها مع الرز، وعملت سلطة خضراء ومخلل وسلطة الطحينة. وده كان اخر الفيديو. اتمنى من كل قلبي ان فيديو النهاردة يكون خفيف عليكي واستفدت منه وطلعت منه حتى ولو بفكرة بسيطة جدا. اتمنى لو اول مرة تشوفوني انا ميدو ودي قناتي اعملي بقى لايك للفيديو واشتراك في القناة. مع السلامة في رعاية الله.